السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن التشكيل الأمثل لمنتخب مصر للفوز ببطولة أفريقيا. المنتخب المصري سيفتتح لقاءاته أمام منتخب موزمبيق يوم الأحد القادم الساعة 7 مساء بتوقيت مصر. ولكن طبعا أنا مش جاي أقولك على موعد المباراة بس، ولكن في فيديو النهاردة هكلمك عن التشكيل الأمثل للمنتخب المصري. في حراسة المرمى طبعا محمد الشناوي اللي يعتبر الحارس الأفضل في مصر منذ فترة كبيرة وبيقدم أداء ثابت مع الأهلي أو مع منتخب مصر، ويعتبر نقطة قوة كبيرة لمنتخب مصر. في مركز الباك اليمين عمر كمال عبد الواحد أنا شايف إنه أفضل من محمد هاني في المنتخب، ولعب مباريات أكتر مع منتخب مصر، ولكن لو لعب محمد هاني مفيش فوارق كبيرة ما بين اللاعبين لأن الاتنين متألقين وبيقدموا أداء مميز في الفترة الأخيرة. في مركز قلب الدفاع أكيد أحمد حجازي وجنبه محمد عبد المنعم، وطبعا أحمد حجازي خبرة كبيرة مع المنتخب ودوره القيادي معروف بالإضافة لقوته وصلابته الدفاعية. وعبد المنعم مش محتاجين نتكلم عنه وعلى الأداء الرائع اللي بيقدمه مع الأهلي والمنتخب. ندخل على نص الملعب اللي أنا شايف إنه أهم خط في خطوط منتخب مصر. في مركز الارتكاز يا إما مروان عطية أو حمدي فتحي، وأنا أفضل حمدي لأن زياداته الهجومية رائعة ولاعب مقاتل في أرضية الملعب، ومعاه أحمد السيد زيزو وإمام عاشور لاعبين ممتازين ومتألقين وقادرين على صنع الفارق والسيطرة على الملعب. في ناس هتسأل ليه ما اخترتش النني؟ لأن أنت عندك لاعبين بيطلبوا الكورة زي إمام عاشور وزيزو، ولاعب مسمار في الميدان زي حمدي فتحي. النني لاعب رائع في التمرير ولكن مش بيضغط زي حمدي، ولكن يظل لاعب كبير وحل مميز على الدك. في اليمين طبعا تريزيجيه اللي أنا بسميه الابن الأول لمنتخب مصر واللي بيدي كل ما عنده وبيعمل الفارق دايما مع المنتخب. في الشمال طبعا محمد صلاح أفضل لاعب في العالم في تسجيل وصنع الأهداف، يعني هو اللي مطالب إن هو يصنع أهداف للعيبة مش يسجل بس. في مركز رأس الحربة مصطفى محمد اللي أنا شايف إنه هيقدم بطولة كبيرة ويسجل أهداف كتيرة عكس البطولة السابقة اللي كنا بندافع فيها بس. وأيضا عندنا لاعبين مميزين على الدكة يمكنهم دائما صنع الفارق زي ياسر إبراهيم في الدفاع ومروان عطية والنني في نص الملعب وعمر مرموش في مركز الجناح أو مركز رأس الحربة.